لأن فيه ربح الوالدين وفيه ربحك. الوالدين يرتاح نفسيا، يرتاحوا، يلقى ولدهم يحبوهم، عندهم جنة، وأنت ترتاح، بل سعادتك في الدنيا والآخرة بمحبتهما وبدعائهما. كثير من الناس ارتقى بدعوة خير من والديه، بل هو النصوص القاطعة: هما جنتك ونارك، الجنة تحت أقدام الأمهات. النصوص كثيرة. يربح الإنسان من والديه، هما اللي يحطوا لك الساس. لهذا قال لك الصالحون ما يبنوا لك إذا ما عندك الساس. الصالحون يعينون في البناء، لكن إذا عندك الساس يحطوه الوالدين. يقولوا كلمة عامية: اللي كسروا الوالدين ما يجبروا الصالحين، اللي كسروا الوالدين ما يجبروا الصالحين. هم الفعل، الوالدين هم اللي يحطوا لك الساس. إذا كان حطوا الساس صحيح، الصالحون يعينونك في البناء. إذا ما كان الساس ما يبني، يتهدم الساس، البناء على غير أساس. لا تتكلم لهما بكلام خشين، لا ينبغي بالاحترام. شوفوا سيدنا إبراهيم مع أبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذابه من الرحمن فتكون للشيطان وليا. واش هو بيجيب الخشونة؟ قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأضربنك واهجرني مليا. شوف، ناديه بالرفق مع أنه كافر.